الحقيقة أن الإنسان الحديث يميل إلى الاقتصاد، وقد يكون هذا بسبب الأزمة الاقتصادية أو بفضل الوعي لإمكانيات التوفير المتاحة أمامه. وعلى الرغم من أن أسعار الكهرباء في روسيا تعتبر منخفضة مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن المستهلك بات يبحث عن منظومات أوتوماتيكية تقوم بالتحكم في الإضاءة والتدفئة والتهوية. عادة ما تضم المنظومة جهاز تحكم بمنتجات شركة واحدة، أما نحن فنقدم منصة تسمح بالتحكم بمنتجات شركات قد تتنافس في السوق، لكنها تتعاون فيما بينها في منظومتنا. هذا يسمح باستخدام إمكانية عدة شركات معا وتوزيع طيف المهام دون التعلق بشركة دون غيرها. حتى لو تخليتم عن التعاون مع إحداها يمكنكم استبدالها بسهولة. الإمكانات التي تقدمها السوق واسعة لدرجة أن خيال الزبائن يبدو محدودا مقارنة بالإمكانات المتاحة أمامه. أحدث التطبيقات التي يعرضها السوق هي التحكم الصوتي بأجهزة المنزل، ورغم أن محاولات من هذا النوع سبق وأن رأت النور، إلا أن المستوى التقني للتعرف على الأوامر الصوتية أصبح متطوراً، وبات بإمكان الجهاز فصل الكلمات الدخيلة والاستعارات وتحليل معنى الجملة ومن ثم تنفيذ الأمر. دخلت التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة مجال التحكم بالمنزل ومعداته الهندسية والكهربائية، ولكن هذا لا يعني أن الهاتف يمكن أن يحل بديلاً عن جهاز التحكم، فكل المنظومات المنزلية الذكية تطالب بوجود جهاز كنترول إضافي تحسباً لأي طارئ أو لاختفاء شبكة الواي فاي أو خروج الهاتف عن مجال التغطية. ولكن يبدو أن مهندسي البرمجيات توصلوا إلى أسلوب جديد في التفاعل مع مرافق البيت. من الآن فصاعداً يمكنك إضافة المنزل إلى قائمة أصدقائك في الفيسبوك أو تويتر والتواصل معه عن طريق هذه الشبكات الاجتماعية. شركة إريكسون تقدم نموذجها التجريبي الأول لهذا النوع من البرامج. لنرى كيف تعمل هذه المنظومة. إننا نستخدم شبكة اجتماعية من خلال برنامج يسمح بتواصل عدد من الأفراد مع معدات منزل واحد. يمكنك أن تكتب على صفحتك على الفيسبوك انطباعاتك وأحاسيسك، والمنظومة المرتبطة بنفس الشبكة سوف تتفاعل مع المعلومات التي قدمتها، تحلل معناها وتقدم ردة الفعل المناسبة. مثلا لو كتبت هنا الجو حار جدا، أشعر بالحر، سنرى أن المنظومة تجيبني كتابة: هل تريد أن أشغل المروحة؟ إذن هي تحلل معنى كلماتي وتجد أن الحل في تشغيل المروحة ثم تقترحه علي، وفي حال أنني وافقت وكتبت نعم سوف تعمل المروحة تلقائيا. نفس الشيء مع الإضاءة المنزلية. مثلا لو قررت أن تسهر الليلة وتكتب في شبكة التواصل الاجتماعي: سأتأخر في العودة إلى البيت الليلة، ستجد أن المنظومة تحلل عبارتك ثم تقترح أن تقوم بتفعيل الإنارة لظروف الأمان، تلك التي تشعل مصابيح المنزل لتوحي بأن هناك أحدا ما في البيت. وبمجرد أن تكتب نعم يتم تشغيل الضوء في المنزل. إنها رائعة. لقد أصبحت برمجيات الكمبيوترات المحمولة والهواتف الذكية من أهم أجهزة التحكم بالإنارة والحرارة والتكييف والهواء، ومنها نحصل على مؤشرات عدادات الماء والكهرباء، وبنقلها إلى مركز واحد وتحليلها نستطيع التوصل لتنظيم عملها ومتابعة تنفيذها للمهام. المنظومة التي نقترحها تركب في شبكة الكهرباء ولا تكلف الكثير، أما المردود الاقتصادي فسوف يظهر مباشرة، كما أننا لا نحتاج الإنترنت إلا للمراقبة من خارج البيت. أما في داخله فتعمل المنظومة بشكل مستقل عن طريق الشبكة الكهربائية المنزلية. وماذا عن مرافق المدينة التي باتت تخضع لنظام موحد يراقب عملها ويتحكم بأداء كل جزء من أجزائها؟
هنا لا يقتصر الأمر على إنارة الطرق